لنفترض انك ماشي بالحديقة ومبسوط ولاحظت بنت جدا جميلة، بنت من جمالها مستحيل تطلع عليها مرة واحدة. هون قلبك صار يدق ويقول بدي اياها، لكن بنفس الوقت عم بتقول مستحيل تقبل فيني، رح ترفضني 100%. يا زلمة هاي ملاك مو بشر، ليش لحتى تقبل فيني؟ كلامك هاد كله لازم انك تمحيه من راسك، مستحيل توصل لشعرة من راسها على الكلام اللي قاعد عم تحكيه. لحظة، كأنه انا قاعد بحفزك تحفيز ابو الليرة. لا لا جد، انا قصدي انه انت بتقول مستحيل تطلع علي، وكل الشباب اللي بالحديقة اللي شافوها قالوا نفس الشيء، والسبب كان هو نظرتهم عن نفسهم، كلهم شايفين حالهم وسخ وهي ملكة جمال الكون. لكن اذا منفكر فيها، هاي البنت لو كانت بشعة ما كنت رح تتوتر منها ولا رح تخاف تروح لعندها. واذا كنت نسيان فحبيت اذكرك انه البنت الحلوة والبشعة من جوا نفس بعض، اثنيناتهم عندهم مشاعر، اثنيناتهم ممكن يقبلوك واثنيناتهم ممكن يرفضوك، اثنيناتهم بيفتحوا انستغرام ساعتين ثلاثة باليوم بيقارنوا حالهم باي شيء بيطلع بوجههم وبيخسروا المقارنة. بالنهاية كل واحد حلو، في مين احلى منه، واي واحد بيقارن النقص اللي عنده بالشيء الموجود عند الناس. وعسيرة النقص، عقد ما انت شايفة حلوة وكاملة، عقد ما هي شايفة حالها ناقصة. جمالها اللي انت شايفه نادر وما في منه اثنين، هي كل يوم بتشوفه 1000 مرة، فاعتادت عليه وصارت تشوفه عادي. وهي واحدة من الاسباب اللي بتخلي الناس الحلوين يشوفوا حالهم عاديين. فتنا موضوع تاني. هلا عرفنا انه هاي البنت عادية مثلي مثلها، ايش استفدنا؟ شوف يا حبيب قلبي، اللي استفدته اكتر بكتير من اللي بتتوقعه. كل الناس اول ما تشوفهم ببينوا كاملين ومو ناقصهم اي شيء، كله 10 من 10. والشيء الحلو انه الناس بيشوفوك نفس الشيء، بيشوفوك 10 من 10. طيب ليش ما نلعب هاي اللعبة؟ بما انه الناس بيشوفوك 10 من 10 وهن ناقصين، فانت شوفهم نفس الشيء، شوف حالك 10 من 10 وهن ناقصين. اذا بتفكر بهاي الطريقة بتشوف حالك احسن من العالم كلهم، فما رح يهموك اصلا.